كوكيز الكريسماس بأسهل طريقة. كل سنة وانتم طيبين. مبسوطة ان انا هبقى معاكم في موسم جديد من اوت بوكس فود. محضره لكم وصفات كتيرة قوي حلوة، ومتحمسة قوي قوي ان انا هبقى معاكم من بداية السنة الجديدة. هنعمل النهاردة كوكيز للكريسماس او للحفلات عيد ميلاد، لسهرة الخميس زي ما بتقولوا، ايا كان. الكوكيز هينفعنا في حاجات كتير قوي. اول حاجة الدقيق بتاعنا متعدد الاستخدامات او خاص بالبسكويت، اللي هو الكوكيز هو عجينة البسكويت، ولكن اللي انا هعمله بمقادير اقل شوية. دقيق متعدد الاستخدامات، دول كوبايتين ونص. دول 150 جرام زبدة طرية، 150 جرام لو ما عندكيش الميزان اللي هو بتاع البيت العادي، الميزان الرقمي، اعملي كوباية الا ربع بالمج اللي هو بتاع الشاي العادي. المج بتاع الشاي هو اللي احنا معايرين بيه كل الحاجة بتاعتنا حتى الدقيق. السكر البودره بتاعنا اهم حاجه يبقى سكر بودره، علشان ما تبذليش مجهود وما بقاش فيه سكر مكتل في اللي هو السكر العادي، يبقى متكتل في البسكويت بتاعك او في الكوكيز بتاعك. احنا جايبين نص كوبايه سكر. عايزه تزودي السكر دي حاجه بتاعتك انت، بس احنا عشان هنجرنش بشوكولاته فمقللين السكر بتاعنا. بضايه واحده بدرجه حراره الغرفه. ما دام في بيت لازم يكون في فانيلا ايا كان، بودر او سايله، بس السايله هتبقى افضل لان طعمها بيبقى طاغي اكتر. نص معلقه بيكنج باودر، معلقه نشا كبيره، ورشه ملح صغنطوطه. دول هنحط منهم، ده زيت بتاع اكل عادي، هنحط منه معلقتين كبار. معلقتين كبار او 20 جرام بس، يعني ما تشتغليش بالجرامات طالما ست بيت وشطوره. معلقتين كبار. هنسمي الله ونبدا معانا. اول حاجه الزبده، اهم حاجه تبقى طريه، الزبده بتاعتنا طريه. هنحط عليها السكر البودر، نص كوبايه زي ما قلت لكم. انتي عاوزه تضربيه بالمضرب اليدوي اللي هو الويسك اليدوي العادي، اضربيه، ولكن هياخد معاكي وقت شويه، واحنا عاوزين ننعمه نوصله لدرجه ان هو يبقى عامل زي الكريمه كده. فانا هضربه بالمضرب الكهرباء. هو ده هاند بلندر، بس ممكن تضربيه عندك هاند بلندر شغال، عندك مضرب يدوي شغال، او هياخد وقت شويه، والمضرب الكهرباء تمام معايا. انا بعمله كده بس في الاول علشان خاطر البودر ده هيبهدل الدنيا معانا. اول ما تلاقي الزبده بتاعتك لونها افتح، ما بقتش مايله للبياض قوي بما انها زبده صفرة، ولكن بقى لونها افتح من ما هي عليه دلوقتي، والقوام بتاعها كريمي، هتبقى جاهزه ان احنا نشتغل بيها. مش عارفه اللون هيبقى ظاهر عندكم ولا لا، ان هو فتح شويه. شايفين انا لسه سامعه صوت السكر شويه، علشان كده بقول لكم استخدموا للحلويات دايما او للبسكويت سكر بودر. للبسكويت وللكحك والحاجات دي للنواعم عامه استخدمي سكر بودر. طيب دلوقتي احنا هننزل بالبيضه زي ما قلت لكم، درجه حراره المطبخ. ننزل بالبيضه، نحط ده على جنب دلوقتي عشان نعرف نتعامل. مادام حطينا البيض يبقى لازم نحط فانيلا سايله. زي ما قلت لكم في الاول، الفانيلا السايله افضل لان طعمها بيبقى ظاهر شويه، بتعزز الطعم شويه بتاع الفانيلا، بتمنع ريحه الزفاره. هي عامه ما بتبقاش فيها زفاره كتير قوي، ولكن الفانيلا السايله عامه في الحاجات اللي زي دي انا بحب استخدمها في كل حاجه. عندك البودر تمام مش هتقول لا، ولكن السايله هتبقى افضل زي ما قلت لك. احنا نحط دلوقتي اللي حاطين البضايه وعليها الفانيلا السايله، هنضربهم الاول مع بعض وبعدين نشوف هنعمل ايه في المواد الجافه بتاعتنا. نجيب كده كل اللي على الحرف. لما تحطي البيض هتلاحظي ان القوام بتاعها بقى كريمي اكتر ولونها افتح شويه. اول ما البيضه تختفي تماما تماما في الزبده بتاعتك، ابداي حطي المقادير الجافه بتاعتك. الضربه الاخيره دي علشان تنضف الوسك بتاعك. نوصل لمرحله المقادير الجافه بتاعتنا.
الدقيق بتاعي زي ما قلت لك، انا قلت لك جايبه كوبايتين ونص، فانا مش هحط كوبايتين ونص كلهم، انا هحط كوبايتين بس، اللي انا زي ما قلت لك حاطه معاييرهم بالمج بتاع الشاي العادي. فانتي حطي انزلي بالمقادير بتاعتك كوبايتين بس، لان الدقيق بتاعي انا اختلف عن الدقيق بتاعك عن الدقيق بتاع غيرك. كل واحد بياخد كميه سوائل اقل او اكتر من التاني على حسب نوع الدقيق. فاحنا هحط كوبايتين اهو، واسيب نص كوبايه، يمكن احتاجهم ويمكن لا. نص معلقه صغيره بيكنج باودر، لان زي ما احنا عارفين بسكويت او الكوكيز ما بياخدش بيكنج باودر اصلا كتير، احنا عاوزينه يا دوب مرتفع. دي معلقه نشا كبيره علشان يبقى مقرمش معانا اكتر. رشه ملح، رشه ملح صغنطوطه قوي، مش هنحتاج اكتر من كده. هنقلب، واحنا بنقلب من تحت لفوق او نقلب بايدينا زي ما انتي حابه، بس لحد ما المكونات بتاعتنا تندمج مع بعضها. هوريكم هنوصل لحد فين. نحط ده كده على جنب لحد ما نشوف هنحتاج تاني ولا لا. انا ما بعجنش، انا يدوب بخلي الزبده تندمج مع الدقيق بتاعي او تتلم معاه. محتاجين بالمعلقه بتاعتنا، انا ما حطيتش الزيت غير في الاخر علشان نشوف احنا هنحتاجه ولا لا. حوالي معلقه، ودي التانية، محتاجناش المعلقه قوي يعني. شايفين العجينه بتاعتي لمت ازاي؟ علشان كده خليت معلقتين الزيت في الاخر، يمكن احتاجهم ويمكن ما احتاجهمش، عشان زي ما قلت لكم الدقيق بيختلف. في ناس بتحط على فكره الزيت على الزبده، ممكن تضربي الزيت مع الزبده في الاول، ولكن انا بحس ان هو الماده الدهنيه بتاعته بقت زياده شويه، فبدات اتعود ان انا احط الماده الدهنيه اللي هو معلقتين الزيت الزياده بحطهم في الاخر، اللي هم بس 20 جرام بحطهم في الاخر علشان يمكن احتاجهم ويمكن لا. بس العجينه بتاعتي لمت، شايفين العجينه عامله ازاي؟ خلاص لمت ومش محتاجه اي حاجه. المفروض ان انتي لو في الصيف تلفي العجينه بتاعتك بستريتش راب، تحطيها نص ساعه بس في التلاجة. طالما احنا في الشتاء مش هنحتاج ان احنا نعمل اي حاجه غير ان احنا نريح العجينه، نلم الحاجه بتاعتنا ونجهز المكان علشان نفرد العجينه مع بعض على طول ونشوف هنشكلها ازاي. انا هنا جهزت المفرش السيليكون اللي انا هشتغل عليه. عندك مفرش سيليكون، عندك الرخامه بتاعتك انت ضمناها، حطي بس ستريتش راب عليها علشان تضمني ان انت، هوريكي ازاي تبقى سهله عليكي وانت بتطلعيها. والمردانه بتاعتك او النشابه. انا نسيت اقول لكم في الاول ان انتوا شفتوا بقى اللي فاض مني دقيق قد ايه، عشان تعرفوا ان هي بتفرق من نوع دقيق للتاني، عشان كده ما حطيتش الكميه كلها. نرجع بقى للعجينه بتاعتنا. هاخد جزء كده، هفرد انا بقى على ايه؟ ورقه زبده. ما تحطيش المردانه على العجينه او النشابه على العجينه منها على طول عليها، علشان هتبقى طالعه مش ناعمه وممكن تلزق في المردانه بتاعتك. حاولي تفرديها كلها سمك واحد، ما ترققيهاش قوي وما تخنيهاش قوي، لانها هي لما تدخل الفرن علشان كميه البيكنج باودر اللي احنا حاطينها هتخليها يا دوب تعلى، واحنا عاوزين السمك بتاعها ما تكونش تخينه قوي عشان تبقى كريسبي كده. كده وصلت لايه؟ هي كده بالنسبه لي انا مظبوطه اهي. انا ما بحبهاش اكتر من كده لان زي ما قلت لك هتعلى شويه في الفرن. القطاعات بقى بتاعتنا احنا جايبين الاشكال اللي هي ايه المتاحه عندي. انت شوفي بقى انت حابه ايه. عندك الاشكال اللي هي القطاعات اللي هي بتاعه الكريسماس، اللي هو بتاع سانتا كلوز بقى والجوانتي والحاجات دي، انت بقى ظبطي على حسب الاشكال اللي انت عايزاها. احنا هنظبط كده. بصي القطاعه ايا كان عندك اللي هي حتى المربعه اللي هي بتاعه البسكويت دي شغاله معاكي مش هتقول لا. اعملي، اعمل مثلا كميه كده الحجم ده وكميه الحجم ده وشويه قلوب متاح عندك اشتغلي بيه.
بصوا انا بعمل بقى على السيليكون ده ليه؟ علشان تبقى سهله عليا وانا بطلعها كده اهو. نجيب الصينيه بتاعتي نجهزها بس معاكم. عندك صاج بقى، عندك صواني زي اللي انا شغاله فيها دي. انا هحط بس نقطه زيت صغنطوطه كده، بما ان هو فيه الماده الدهنيه بتاعته اصلا مش هتسمح له ان هو يلزق. كل ما قطعتيها السمك بتاعها مظبوط طلعت معاكي سهله. ولو انتي لقيتي العجينه بتاعتك طريه وما انتش عارفه تتعاملي معاها، شيلي الاسترتش كده، حطي تحته صاج، دخليها التلاجة 10 دقايق بس او الفريزر، هتشيليها كده تلاقيها طالعه معاكي سهله جدا. اتعاملي عادي، بس قبل ما تدخليها الفريزر خليكي ناصحه وشيلي الزياده عشان ما نقعدش نفك تاني في الزياده ونستنى ان هي تفك. في الصيف بقى من كتر ما احنا بنعمل كده، لو انا عامله كميه او حاجه، من كتر ما بنشيل ونعمل في العجينه بتلاقوها اضطرت شويه، اضطرت قوي يعني، بتبقى صعبه معانا في التشكيل شويه. فبنرجع نحط الكميه بتاعتنا في التلاجة بس ربع ساعه كده، بتلاقوها رجعت ظبطت معاكم عادي. احنا كده شكلنا بقيه الكوكيز بتاعنا، بقيه الكميه بتاعتنا في صينيه في التلاجة غير دول، وفي دول هيتحطوا لسه في التلاجة. هنحطهم على صينيه كده لحد ما اللي في الصاج يخلص اهو عشان يبقى سهل عليكم. هنحط دول بقى في الفرن. احنا شغلنا الفرن بتاعنا في الفاصل على 160، شغلناه تحت بس في الفرن بتاعك تحت بس. لو انتي عارفه ان الفرن بتاعك حامي او اللي هو درجه حرارته عاليه، تشغلي من تحت بس. ويا ريت يبقى الفرن فيه مروحه، مفيش خلي درجه الحراره عاليه لان هو ما بيحتاجش درجه حراره كتيره خالص. حاسه ان الفرن بتاعك بارد، شغليه من تحت وفوق بس يكون عينك عليه. المهم ان احنا الفرن بتاعنا على 160 عشان دي درجه الحراره المظبوطه بالنسبه لي، فدي مش الاساس بالنسبه لك. هنسمي الله كده ونحط هنا. انا هحط على الرفين اللي موجودين عندي اهو. وبقيه الكميه دي زي ما قلت لكم هحطها في التلاجة علشان لما يدخل الفرن يبقى ماسك نفسه شويه. الكوكيز بتاعنا هنا طلع من الفرن زي ما انتم شايفين اللون بتاعه ابيض اهو من فوق زي ما هو، بس من تحت واخد اللون اللي احنا عاوزينه. احنا جايبين هنا شوكولاته خام، شوكولاته بيضه وشوكولاته بني عاديه، الشوكولاته اللي هي العاديه. انت بقى عندك مايكرويف حطيه على 30 ثانيه. ال 30 ثانيه بتوعك قسميهم 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني، ما تدخليهمش على دايركت 30 ثانيه علشان الشوكولاته ما تخرجش معاكي اللي هي تتحرق. دخليها على 10 وبعدين طلعيها. مش عايزه تحطي معلقه الزيت اللي احنا بنحطها عشان تطري الشوكولاته شويه، ما تحطيش خالص. احنا بس عايزين الشوكولاته بتاعتنا تبقى سايحه، فما تحطيش زيت خالص، مش محتاجينه معانا في الجارنش ده. فاحنا هندخله على 10 ثواني. ده لو انت هتسيحيها في الميكروويف. هتسيحيها بقى زي ما انا بقى هعمل دلوقتي كده عشان مش متاح عندي ميكروويف. هسيحها على حمام بخار، اللي هو سخنت ميه في الكاتل بتاعي واحط ميه هنا في الطبق. الشوكولاته ما بتتحطش عليها الميه بتاعتها دايركت، اكيد احنا كلنا عارفين. واللي مش عارف يعمل زي ما انا بعمل كده اهو كده. حتى لو انتي سيحتيها في الميكروويف واحنا في جو شتاء زي دلوقتي، عايزه تخليها سايحه معاكي لحد اخر واحده كوكيز انتي بتجرنشيها، مش عايزه الشوكولاته تشد معاكي بسرعه، خليها على حمام ميه دافيه زي ما انا هعمل كده. هستنى الشوكولاته بتاعتي تسيح تاخد القوام اللي انا عايزاه، وهبص على الفرن واجيلكم. يلا بينا نرجع للفقره المقربه الى قلبي، هي فقره الجرنش. احنا سيحنا الشوكولاته بتاعتنا زي ما قلت لكم، سيحناها على حمام بخار، ولكن للامانه انا قبل الفاصل قلت لكم ما تحطوش زيت على اساس انها شوكولاته طبيعي ومش هتحتاج زيت زي الحاجات اللي كنا شغالين بيها قبل كده. الشوكولاته دي انا حطيت لها الطبق ده حطيت له معلقه كبيره زيت، والطبق ده حطيت له معلقه كبيره زيت علشان توصل معانا للقوام ده. احنا حاطين الطبق الميه تحتها زي ما هو اهو، علشان احنا في شتاء وعايزين الشوكولاته تفضل معانا دافيه علشان نكمل الجرنش بيها للاخر. الجرنش ده بقى على حسب ذوقك انتي، يعني دي مش حاجه اساسيه احنا المفروض نعملها، خطوات لازم تمشوها ورايا على حسب انتي حابه الشوكولاته كتير حابه الشوكولاته قليل. الجرنش حباه حاجات بقى ملعلعه وحاجات تلفت النظر وكده، انتي اعملي اللي انتي حباه. فانا ممكن نعمل كده، ناخد اللي بعدها، نحاول نخلي ايدينا نظيفه علشان نفضل حلوين للاخر. وهي بقى الشوكولاته زي ما هي لسه طريه كده، نحاول نحط الجرنش بتاعنا. احنا جايبين الجرنش النهارده
الجرنش برضو المتاح عندك او اللي انت حابه الشكل بتاعه، هتلاقي حاجات كتير في محلات مستلزمات الحلواني، هتلاقي دنيا تانية من الجرنش والبرينكلز والحاجات دي. ده اسمه سكر جليتر. المفروض ان هو في منه الوان كتير جدا، شايفين في جميع الالوان اللي انتم محتاجينها اهو. انا جايبه الالوان المتاحه عندي. في البرينكلز او بيقولوا عليه ايه، برينكلز اللي هو البني ده، في منه الوان وفي منه بني، في زي ما انتوا عاوزين. ده سكر ذهبي. انا اللي عاملاه. تجيبي السكر العادي، السكر الخشن عادي، وتجيبي الدوست الذهبي من محلات مستلزمات الحلواني. حطي ربع معلقه بس، هيبقى معاكي بالمنظر ده، يبقى شكله لذيذ قوي بيلفت النظر. وهي الشوكولاته بقى زي ما هي كده، زي ما بقول لكم، الحقوها وهي لسه سايحه كده، لسه سخنه اهو. جرنش بقى اللي انتوا حابينه اهو. نعمل كده ونكمل الباقي. نعمل شويه ابيض، ممكن نعمل شكل مختلف شويه. مخدش معانا وقت خالص، وبجد الموضوع يستاهل ان انتوا تجربوه. ارجعوا للمقادير، اكتبيها في ورقه، جربي الوصفه، مش هتحتاج منك ان انت تعيديها مره واتنين علشان تطلع معاكي ناجحه. الموضوع سهل قوي قوي، هيطلع معاكي ناجح من اول مره. اكتبوا لي في التعليقات عاوزيني اعمل ايه تاني. تابعوني على اوت بوكس فود، واشوفكم الحلقه الجايه.